السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم ليلى الصويري. قبل ما نبداو الاخوان، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك اللي باقي ما مشتركش. كنطلب من اي واحد حل هذا الفيديو شافو انه يترحم على هذا البوليسي هشام بورزة، البوليسي شهيد العمل اللي مات مغدور من هذه العصابه الاجراميه الارهابيه. اخواني اخواتي، عافاكم كاملين، نزلوا التعاليق وترحموا عليه وترحموا على جميع موتى المسلمين. الحمد لله الشرطه الوطنيه اللي كنعطيهم تحيه كبيره، لان هذا البوليس المغربي كيضرب به المثل، وامريكا قوه عظمى كتعلم من البوليس المغربي وكيفاش الحنكه والذكاء ديالو كيفاش كيقدر انه يجبد هاد المجرمين. بعد الابحاث والتحريات اللي دارت الفرق الوطنيه ومجهودات كبيره وجباره باش تفك لغز وخيوط هاد الجريمه المتشعبه، كيفاش انهم قدروا يقتلوا شرطي مرور ويستولوا على السلاح ديالو، وما كفاهمش هادشي مجرد القتل ورمي الجثه، بل تشويه بالجثه وطمس معالم الجريمه وحرق جثه الشهيد البوليسي هشام الله يرحمه ويغفر ليه، اللي ارتكبت في حق رجل من رجال الامن واللي كتمس بالامن المغربي. دير ابحاث ومجهودات وتحريات عميقه جدا، بزاف ديال الاشخاص المشتبه فيهم، باش تعرف الفاعل الرئيسي وراء هذه الجريمه. من بعد اكتشفوا بانها خليه ارهابيه كتنشط وتعمل داخل المغرب، وانها كتمثل في امير وزعيم العصابه. هذا الامير الخليه اعطى الاوامر ديالو لهاد الاشخاص اللي موجودين معاه باش انهم يستولوا على السلاح رجل الامن. هاد العصابة الإرهابية قدرات أنها تستفرد بهذا رجل الأمن وتقوم بالقتل ديالو باش ياخدوا السلاح الوظيفي ديالو، باش يستعملوه في مخططاتهم اللي هي كان الاستيلاء على بنك. كانوا باغين يدخلوا للبنكة ويسرقوا منها الفلوس، وطبيعة الحال نتوما الإخوان عارفين بأن البنك المغربي فيه الرواج، يعني مواطنين كيدخلوا كيخرجوا. ما كانتش غيكون فقط مقتل البوليسي هشام فقط وحده، بل كانوا غيكونوا ارواح اخرى، حيت هاد العصابه هادي اللي قدرت تستفرد برجل الامن وتعس عليه وتراقب التحركات ديالو ومعاش كيدخل ومعاش كيخرج من الخدمه، وكيفاش قاموا بالضرب ديالو والقتل ديالو والتشويه بالجثه واخفاء معالم الجريمه. كيفاش هاد العصابه هادي كتدل، وهاد امير الخليه كيدل على الوحشيه اللي فيه، كتدل على انه ليس من الطبيعه البشريه بل انه شيطان في صفه انسان. اكيد مني كانوا غيدخلوا للبنك كانوا غيسرقوا هاد الفلوس، يقدروا كانوا غيقتلوا الناس الله اعلم، والغرض ديالهم انهم من بعد ما يسرقوا هاد الفلوس يديروا مخططات في المغرب، أن هذه العصابة تغلغل وتعمق داخل المغرب. الآن هناك تحقيقات عميقة مع هذه العصابة هذه باش يعرفوا شكون الراس الكبيرة ديالهم، وكيفاش حتى أنه كنتي من مواطن مغربي عادي واللي شي إرهابي. شكون الجهات اللي كتدعمك باش تزعزع الاستقرار في هذه البلاد. تحريات باقا خدامة باش يوصلوا الراس الكبيرة اللي في المغرب. الآن هما شدوا 3 ناس، 2 في ضواحي مدينة فاس اللي كانوا كارين واحد المنزل وجالسين فيه بالضواحي ديال مدينة فاس، وواحد من الدار البيضاء. لله الإخوان على نعمة الأمن والأمان اللي كاينه في المغرب، ودائما كان شعارنا واحد الله الوطن الملك. وكنقولوا كنشكروا الشرطة المغربية اللي قدرت أنها تشد هذه المجموعة الإرهابية قبل ما تطيح هناك أرواح كثيرة، قبل ما يمشوا ضحايا بريئين، قبل ما أنها تزهق روح بريئة ما دارت حتى حاجة. هذا البوليسي هشام أشنو دار من غير أنهم بغاو يستولوا على السلاح ديالو فقاموا بالتصفية ديالو. وهناك أرواح كثيرة كانت غطير لولا تدخل الأمن ولولا أن الأمن شد هذه العصابة هذه. اخواني اخواتي، كنتمنى منكم ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه عند اختكم ليلى، وبسلام عليكم الاخوان، دمتم في رعايه الله وحفظه.